السلام عليكم شباب، هلا مساء الخير، ان شاء الله بخير الجميع. الكل راسلتني وسألتني دزت لي مسجات عن التقديم والمفوضية الانتخابات اللي طلع اسمائهم واللي مرفوضين واللي مقدمين عليها. شلون تستخدمون البرنامج او شلون طلعت اسمك؟ ممكن ترد علينا وتعلمنا. اكو بهم بعض الناس ما تعرف مقدمة وما تعرف. راح اشرح لكم شرح بسيط وان شاء الله ما اطول عليكم، يعني ما راح اطيل عليكم. تابعوني للنهاية وياكم بالفيديو، ما راح اطيل عليكم. تدخلون على السوق بلاي، اوكي، تكتبون مفوضية العليا للانتخابات، تدوسون على البرنامج، راح يطلع لكم بهالشكل بهالواجهية. تمام، تنتظر شوية، راح يطلع لك هنا قرعة أرقام التحالف والأحزاب والمرشحين. لا، أنت ما تحتاجها. قرعة موظفي الاقتراع، تدوس على الموظفين، تنطي هنا إدخال، تدخل الرقم مال الناخب اللي هو موجود بداية البطاقة. هاي راح يطلع اسمك، تطي بحث من هنا، راح يطلع اسمك مثل هذا. اسمي طلع طالب عمران عباس محمد، أوكي. يطلع لك أساسي أو غير أساسي وحسب هم اللي مخلينك بالقرعة. شكرا لكم وأتمنى استفادتوا من الشرح ومن المعلومات.